طول ما انت بتتارجت التعادل انت لازم تتغلب. يعني دي اول مباراه للمنتخب في كاس العالم، احس ان كابتن حسام خايف او ما ظبطش الدنيا في التنظيم. فعليا انا حسيت ان احنا عايزين نتعادل، يعني كابتن حسام بحس التغييرات وبحس التشكيل وكل، انا حاسس ان هو نازل عايز يتعادل. والهدف اللي ران جابته في اخر دقيقه ده قسما بالله كان هيودينا في حته تانية، كان هيبهدلنا. انت عارف لو صعدت تالت مجموعه كنت هتتزاف، احتمال كبير كنا هنقابل السنغال اللي عندنا عقده معاها في 4 مباريات متتاليه بتكسبنا. بس ستر ربنا. ليه اصلا حصل معانا كده؟ لان احنا متارجتين التعادل. يعني كابتن حسام لما كان بيلعب على الفوز بس ما عنديش، كان ممكن يتعادل او يفوز، لكن لما تتعادل او تلعب على التعادل انت لازم تتغلب. تشكيلي النهارده والتغييرات بتقول ان لا، الكابتن حسام النهارده عايز يامن وعايز يفضل محافظ على التعادل. هو ده اللي حصل، بس احنا هربنا من الهزيمه. بس لما صعدنا او التعادل ده كان السبب في ان احنا نصعد تاني ونقابل استراليا في دور 32 باذن الله يوم الجمعه الساعه 9. خلاص مفيش سهر تاني يا جماعه، محدش هيطبق ويقعد للساعه 6 الصبح، محدش يقعد للساعه 4 الفجر. استراليا، تعال بس نتكلم قبل ما ندخل في الموضوع ده كله. الناس اللي علقت عندي، في ناس كتير توقعت نتيجة 1-1، أسمائهم هتظهر دلوقتي كلهم. من ضمن الناس دي اللي هنختار واحد وهنديله 2000 جنيه، أو هنختار 2 وندي كل واحد 1000 جنيه. اكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزين ايه. الناس اللي عندي كلها تكتب لي في التعليقات انتوا عايزين ايه. قبل بس ما تروح لاي مكان، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد، وتشوف باذن الله المسابقه اللي هعملها عشان دور 32. تعال بقى نتكلم، هل في الامكان ان احنا نصعد من دور 32؟ ايوه. استراليا فريق متواضع، هتحس ان انت بتلعب نيوزيلندا تاني، بس الفكره كلها في الباور والحماسه والرجوليه. يعني احنا كمنتخب عندنا تشكيل حلو، عندنا تشكيل محترم، عندنا حارس اقسم بالله من افضل حراس الكاس العالم السنه دي. بسم الله ما شاء الله عليه. شوبير، الناس تمسك الخشب. شوبير السنه دي عامل اداء ولا اروع. السنه دي هو اول سنه ليه يعني شوبير من اول ما بدا اهو، من اول ما بيقول انا عامل اداء خرافي. انا متاكد ان شوبير في التصنيف حاليا من احسن 5 حراس في كاس العالم في دور المجموعات. عندنا خط دفاع بيبدا يجرب يطلع ويجرب. خط النص طبعا مهند لاشين مش هيلعب مباراه 32 عشان الانذارات. خط الهجوم زيكو مباراه يكون فايق ومباراه لا، صلاح بيعمل اللي عليه. فانا مش عارف بقى المباراه الجايه الناس والشباب دي هيكون عندهم الروح. يعني اللعيبه دي بجد اقسم بالله اقسم بالله انتوا ممكن تحققوا انجاز تاريخي، انجاز ما تحققش. هو فكره ان احنا نفوز بس في مباراه واحده في كاس العالم ده ما اتحققتش قبل كده في على مدار تاريخ منتخب مصر. بس انت ممكن تعمل، خلاص انت دلوقتي صعدت دور 32 مرتاح، خلاص انت تمام وضمنت وعرفت انت هتلاعب مين. عندك استراليا فريق متواضع او منتخب متواضع تقدر تكسبه. انا عارف ان احنا لو صعدنا الدور ال 16 خلاص ده هيبقى اخر حاجه. هيبقى اخر حاجه ان احنا صعدنا الدور ال 16، اللي انت بعد ما تصعد صوت الدور ال 16 باذن الله هنقابل الارجنتين. انتوا متخيلين؟ متخيل منتخب مصر بيقابل الارجنتين في كاس عالم؟ يعني مباراه مش وديه، مباراه ممكن الدنيا، لا مباراه كاس عالم، فانت هتطلع كل اللي جواك. متخيل صح؟ وممكن نكسب يعني باذن الله. بعد ما نكسب استراليا باذن الله هنكسب استراليا، ممكن نكسب الارجنتين ونصعد دور الثمانيه مع يا ربنا. عندنا لعيبه تعمل كده، عندنا لعيبه اقسم بالله يا جدعان ادتنا الامل. عندنا لعيبه خلتنا نحلم لابعد من، يعني احنا مع ان احنا المره دي اول مره نكسب اصلا، بس اللعيبه اللي معانا خلتنا نحلم باكتر من كده. كابتن حسام حسن، رساله ليك. اسمع لعقلك بس، وما تسمعش للي حواليك، لان احنا عايشين في وسط مجموعه من عبدة الجنيه، اللي هو الناس دي همها الريتش، همها الناس تتكلم عنها عشان يطلبوا في برامج ويطلبوا بالتالي هياخدوا فلوس. فعندهم استعداد يخبطوا في اي حد. ده في 2 شولة اقل ما يقال عنهم ان هم شولة، ناس يعني بني ادمين ده متشال وحطوط قباب او صندل، ما عندهمش دماغ.
عاملين عقلهم بعقل عيل صغير عشان يطلعوا ترند على قفاه، شخص او 2 او 3 مالهمش اي 30 لازمه في الحياه، كل هدفهم بس ان هم عايزين يخبطوا في حمزه عبد الكريم عشان يطلعوا ترند على قفاه. فانت متخيل ان هم مش هممهم نفسيات لاعب لسه 18 سنه عشان بس ان هم يطلعوا ترند على قفاه. فهل هم هيرقفوا بيك في الكلام؟ لا. احنا بعد التعادل النهارده هل يطلع واحد منهم يقول لك مبروك لمصر احنا صعدنا وده تاريخ انجازي او تحقيق او رقم قياسي تحقق ما تحققش قبل كده في كاس العالم، ومبروك للكابتن حسام حسن عمل حاجه جديده ما اتعملتش في كاس العالم قبل كده، ويعني وعدى كل مدربين منتخب مصر على مدار التاريخ في الانجاز ده؟ عشان بس ما حدش يقول لي لا، كابتن حسام حسن عمل انجاز في تاريخ مصر، كل مدربين منتخب مصر وطنيين واوروبيين عرب اجانب ما حدش عمل الانجاز ده، ما حدش كسب مباراه في كاس العالم، ما حدش صعد دور 32 في كاس العالم غير كابتن حسام حسن. هل واحد منهم هيطلع يقول لك مبروك يا كابتن؟ لا طبعا. هتلاقيهم كلهم طالعين لك عاملين لك فيهم البدل، لابسين بدل وعاملين ان هم دارسين في الكونفسيتوار، دارسين بقى بره دارسين بره وجوه، دارسين واخدين شهاده معتمده في التحليل الرياضي، اللي هو لك لا طبعا كان ممكن نفوز، لكن كابتن حسام حسن عمل التشكيله الاولى والتغيير ده هو اللي غلط، التغيير ده. وتساله في شويه اساسيات كده في الكوره هو يطلع بص عبيط بلح، والله العظيم في البدنجان، اقسم بالله في البدنجان. فهي كابتن حسام حسن انت هناك يا ريت كل طلبه من حد، يعني يا ريت المنتخب يعمل قرار حلو جدا انه يسحب الموبايلات من كل اللعيبه، حتى كابتن حسام حسن يشيل الموبايلات خالص من كل يشيل موبايل، ما يسمعش للبهايم اللي بتتكلم على المنتخب ومش بتديله حقه، لان احنا عايشين وسط ناس متعبه، اقسم بالله متعبه جدا. بس بجد الف مبروك، الف مبروك للمنتخب. مش الف مبروك على التعادل، احنا زعلانين ان احنا متعادلين. انتوا متخيلين ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا زعلانين ان احنا متعادلين وما كسبناش؟ انتوا فاهمين الموضوع عامل ازاي؟ اقسم بالله قبل ما نروح كاس العالم، كاس عالم 2018، كاس العالم اللي قبله، كاس العالم اللي قبله، كاس العالم اللي قبله، كنا بنقول احنا هنروح نعمل اداء مشرف، احنا كده كده مش هنصعد. هات لي واحد في 2018 قال لك ان احنا هنصعد دور المجموعات، دور ال 32. كل الناس قالت لك لا احنا على الاقل خالص نعمل مباراه عدل، على الاقل خالص نعمل تمثيل مشرف، فلما نصعد نقعد نخبط في الراجل. فربنا يوفقك كابتن حسام. بس يا ريت ما تسمعش للناس دي، ما تسمعش الناس دي. المنتخب عندنا منتخب كويس، رجاله كلهم بلا استثناء، بس الفكره كلها بقى في التشكيل الجاي، تشكيل جاي. كابتن حسام كل اللي عليه ان هو بيحط التشكيل على حسب وجهة نظره للمباراة وقوة الخصم، الدور والباقي على اللعيبة. يعني كابتن حسام هيحط الخطة، الفكرة بقى في اللعيبة، اللعيبة تكون رجالة، لعيبة تكون انت عندك 6 ايام اهو، خدوهم تدريبات باور نفس عشان تقدر تكمل لاخر المباراة راجل، ما يجيش واحد معدي من جنبك وتقف وبالنسبة لك مطنش. احنا يا جدعان بنكتب تاريخ، كاتب التاريخ قاعد كده، تعالى يا باشا اول انتصار لمصر في كاس العالم، اول مره مصر تصعد دور 32، ان شاء الله باذن الله نكسب مباراه في دور ال 32 اللي هي استراليا، ونصعد دور 16 ويكتب الفوز الثاني لمنتخب مصر في كاس العالم بقياده كابتن حسام حسن. فاحنا عندنا وقت، عندنا لعيبه، الناس التيم ده خلونا نحلم ان احنا لا نصعد نروح 32 ونقابل الارجنتين ونكسبها. الارجنتين على فكره بتكسب 1 و2 و3 عشان الفرقه اللي قدامها تعبان. احنا عندنا ياسر ابراهيم بيمسك ميسي يجيبوا ارض، اقسم بالله احنا عندنا لعيبه بتتحول في المباريات الكبيره، بتتحول. اكبر مثال هاني، يعني ما فيهاش كلام، فيهاش كلام. مش هنستغنى عن الفوز في دور ال 32، والمباراه يوم الجمعه الساعه 9، يعني ما فيهاش سهر. بس كده عشان انا مطبق وعايز انام. فلو وصلت لحد ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك لاخوك. وبرضو ان شاء الله دي اسماء تاني، اسماء الناس اللي علقت بنتيجه 1-1 على مباراه مصر وايران. هنعمل قرعه باذن الله، عايزين انزل فيديو بتاع القرعه عادي، قولوا لي عايزين
ادي واحد بس ال 2000 جنيه قولوا لي، عايزين ندي 2 ال 2000 جنيه قولوا لي، عشان باذن الله النهارده النهارده اخر اليوم او النهارده بالليل على حلقه الساعه 11 او 12 هنزل الفيديو بتاع الشخص او الشخصين على حسب ما انت تختار يعني اللي فازوا بالفلوس، وهبعت لهم الفلوس قدامكم او هكلمهم يبعتوا لي ارقامهم وان شاء الله هحول لهم الفلوس. ولو اي حد انا هقوله ان هو باذن الله كسب وقال ان انا وانا ما بعتلوش الفلوس يطلع ويقول ان انا ما بعتلوش الفلوس عادي، ويكتب لي في الكومنتات قدام الناس كلها ان انا ما بعتلوش. اصل هي انا كلمه اقسم بالله النهارده باذن الله هنعمل قرعه بالليل، واللي هيطلع هبعت له ال1000 او ال2000 جنيه. لو هو واحد هبعت له 2000، لو هم اتنين هبعت له كل واحد 1000 جنيه. واستنوا باذن الله في اقرب وقت اخر يعني الفيديو الجاي ده بعد ما نسلم الناس الفلوس هنعمل مسابقه جديده لمباراه ال 32، وباذن الله اكتر ناس تتوقع واكتر ناس تكسب.